ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بقالي كتير قوي ما طلعتش على السوشيال ميديا. انا مش بلوجر او انفلونسر، يعني انا مش من النوع اللي انا بعمل الموضوع السوشيال ميديا ده نوع من انواع الربح عشان اخد ربح من وراه. انا فاتحه قناه اليوتيوب دي نوع من انواع التوعيه. انا ما بيهمنيش ان انا اعمل فيديوهات بطريقه متكرره او ان انا اجمع مشاهدات او لايكات وكومنتات وسبسكريبشن وما بحطش الفيديو بتاعي، مش فاتحه على التيك توك واحط ريلز عليه وانستجرام. انا ما عنديش غير الفيسبوك، وانا اولد فاشن شويه، يعني هو الفيسبوك ممكن اشير اليوتيوب بعد ما بحطه على اليوتيوب اشيره على الفيسبوك عشان جاست نوتيفاي يعني للناس اللي عندي اللي هم الفولورز ان انا اي اوريدي، يعني انا اي بوستد نيو فيديو. لكن انا مش عاملاها للربح، انا عاملاها بغرض التوعيه، علشان أنا مرّيت بظروف بتجارب معيّنة في حياتي في مصر في كندا، فحبيت أشارك التجارب دي عشان خاطر نوع من أنواع التوعية، عشان لو حد موجود بيمُر بنفس الظروف دي يبقى يستفاد من التجربة اللي أنا مرّيت بيها. يعني ده لا أكتر ولا أقل. وبس ده الهدف من القناة. فعشان كذا حد بعت لي: هو انت كنت فين واختفيتِ ليه من اخر فيديو الاخير؟ انا ما حدش، ما انا ما يعني ما تمش ارهابي ولا خطفي ولا اي حاجة. انا الحمد لله حية ارزق. انا بس في حياتي طبعا عندي شغلي والكارير بتاعي، فكنت مركزة فيه، واسرتي مركزة فيهم اكتر، وما كانش في مواضيع تستحق ان انا اطلع اتكلم فيها. وانا مش بحب قوي اطلع على السوشيال ميديا. يعني انا مش من النوع اللي بحب ابوست قوي، يعني حتى عندي على الفيسبوك، يعني انا البروفايل بتاعي والكفر فوتو مش بغيرهم يعني غير مثلا بالسنين. ومش من النوع اللي كل ما اروح مكان احط صور واشير صور انا موجوده في كذا وكذا. يعني انا مش بحب كده، يعني مش بحب وشي يكون معروف زياده عن اللزوم يعني في المجتمعات. بس that's why ان انا مش بطلع فيديوهات غير لما اكون في موضوع انا طالعه بقول فيه رايي. طالعه النهارده بتكلم عشان حادثه الست بتاعت نيوجيرسي، ربنا يقومها بالسلامه. دي ست مصريه قبطيه مسيحيه ارثوذكسيه. كانت متجوزه وجوزها ما بيشتغلش، عاطل عن العمل، وهي كانت بتشتغل شغلانتين او ثلاثه تقريبا عشان تسبورت هير فاميلي، وعندها 3 اولاد. جوزها واضح إنه كان متعوّد إنه يضربها ويعتدي عليها، وهي ما كانتش بتبلّغ، ما بتعملوش reporting. ووصل بيه الحال إن هو ربطها في كرسي وقعد يضرب فيها لدرجة إنها فقدت الوعي. هو افتكر إن هي ماتت وقتل نفسه. في حادثة مشابهة حصلت تقريبًا من سنة أو من سنتين في فيرجينيا، نفس النظام. وبرضه الأم كانت بتُعَنّف جامد جدًا وبتتضرب، ما كانتش بتقول، لغاية لمّا حصل لها إن هي ماتت من كتر الضرب، والأب قتل نفسه، والعيال ما حدش أخدهم في بتوع فيرجينيا، وتقريبًا جدتهم أخدتهم في مصر عشان تربيهم يعني. في كندا، في أمريكا، في نيوجيرسي الكنيسة اتدخّلت بعد الحادثة دي، لإن الأم بين الحياة والموت، وأخدوا الأطفال يرعوهم. في فيديوهات طالعة على السوشيال ميديا، وده الدافع اللي خلّاني أعمل الفيديو النهارده. طالعين نوعين من الفيديو. فيديو بيشكّر جدًا، جدًا، جدًا في دور الكنيسة، ومتشكرين أوي إن أنتم أخدتوا الولاد، وإحنا ده اللي متوقعينه منكم، وطبعًا أنتم الكنيسة دايمًا ده اللي بتعملوه معانا، وإن أنتم أخدتوهم. لإن طبعًا لو كان البديل لو الكنيسة ما أخدتش الولاد وما فيش قرايب من الدرجة الأولى أو الدرجة التانية موجودين في أمريكا، إن الحكومة هتتولّى رعايتهم، وطبعًا دي مش أحسن حاجة، لإن هيودّوهم في يعني أُسَر بديلة، والأُسَر البديلة دي مش هُم 3 أطفال فهيتفرّقوا، مش هيبقوا في نفس الأسرة، والأُسَر البديلة دي بيبقى عندها أطفال تانيين، وبتبقى الرعاية مش يعني ناس بتعمل الشغلانة، يعني هي دي ناس بتعملها for living يعني بتشتغلها. فبتلاقي جنسيات غريبة وأفكار غريبة وculture غريبة بتربّي عيالك، والعيال بتبقى في صدمة. أساسًا العيال طالعة من حادثة مروعة، لأنهم أكيد كانوا موجودين في البيت لمّا حصل للأم كده. وإن هم يروحوا يعيشوا مع different culture بتبقى حاجة تشُك أكتر. فطبعًا الكنيسة إن تاخد الأولاد وتاخدهم في أسرة مصرية ترعاهم، طبعًا ده كان أحسن حل بديل موجود دلوقتي، وده حقيقي. الفيديو التاني اللي بيتكلم إنِّك قاعدة تشتم في الكنيسة، وأنتِ بتعملي كذا، وأنتِ السبب، وأنتِ ما طلّقتيهاش، وأنتم عمّالين تقولوا لست صليبِك اللي بيتضرب، وده نتيجة اللي أنتم حصل فينا، وبُصّي حصل إيه في الآخر، وجايين بعد ما المصيبة حصلت تتدخّلوا وتقولوا هاتوا العيال إحنا نرعاهم. أنا يعني في رأي يمين أوي ورأي شمال أوي. أنا هاتكلّم وجهة نظري الneutral.
يعني الneutral اللي هو اللي في النُص. أولًا أنا مش مع الناس اللي بتهاجم الكنيسة أوي 100% وإن أنتِ عملتِ كده وأنتِ سويتِ كده. آمم الكلام ده صح لو إحنا عايشين في مصر، لإن في مصر ما فيش طلاق أو الانفصال وما فيش قوانين وما فيش ما فيش يعني لمّا بتبلّغي عن زوج بيعنفِك مش هيعملوا له حاجة أوي يعني، مش هيمسكوه ويسجنوه فعلًا عشان هو بيضربِك، وما فيش قوانين تحمي المرأة 100%، وما فيش قوانين تخلّيه يدفع لِك child support 100%، وما فيش مساعدات حكومية هيدّوها لِك عشان أنتِ single mother مثلًا، ومش تقدري تطلّقي مدني عشان خاطر بسبب إن جوزِك عنيف، لإن الكنيسة متدخّلة في ملف الطلاق في مصر. لكن في أمريكا الوضع مختلف، يعني أنتِ كان ممكن أنتِ من أول مرّة ضربِك أنتِ كان ممكن ترفعي سماعة التليفون وتكلمي 911 وكان هياخدوه يمسكوه يحطوه في السجن يعلموه الأدب، وتحمي نفسِك وتنقذي حياتِك، أنتِ ما عملتيش كده، هي ما عملتش كده، ماشي؟ أنتِ مش محتاجة الكنيسة إن هي تدّيكِ تأييد إن أنتِ سِت معنفة فتستحقي الطلاق، أنتِ عايزة يعني ما أنتِ ممكن تنفصلي على فكرة، يعني أنتِ أولًا الراجل ده عاطل عن العمل، يعني أنتِ مش محتاجاه حتى ماديًا، إن الست دي ما كانتش محتاجة الزوج ده ماديًا. لإن هي اللي بتقوم بعيالها، وواضح إنه كان بيهينها وبيضربها لإن مش من أول مرّة، لإن مش معقول التصاعد العنف هييجي من أول مرّة، يعني مش من أول مرّة هيموتها، أكيد كان في ضرب، ولإن الناس الرجالة اللي بتضرب مراتاتها دي بيبقى مرضى نفسيين، فلمّا بيبقوا بيبقوا الست بالنسبة لهم ممكن تبقى كأنها ضحية، فلمّا الضحية بتسكت عن أول مرّة فيبتدي يزوّد جرعة التعذيب لغاية لمّا يوصل للقتل، لكن ما فيش واحد من أول مرّة هيقتل مراته يعني، وخصوصًا إن هو من الضرب مش طلّع لهاش مسدس ضربها، ده من كتر الضرب، فأنت بيحصل الضرب ده بيحصل gradually يعني بالتدريج، يعني من أول مرّة كان قلم، بُنية، يمسكها من شعرها، يعملها، أنتِ استحملتِ وسكتِ وعدّيتِ، واستحملتِ وسكتِ وعدّيتِ، واستحملتِ وسكتِ وعدّيتِ، لغاية لمّا وصلتِ لمرحلة إن أنتِ اتربطتِ في الكرسي وأنا مش قادرة يعني أنا مش مصدّقة إن أنتِ اتربطتِ في الكرسي وقعد يضرب فيكِ ولا أنتِ صرّختِ وطلبتِ 911 ولا حاولتِ تهربي منه ولا حد من العيال طلب 911 وكأن إن أنت كأن في اتفاق ما بين الأسرة دي إن مهمًا يحصل مهمًا الأب يضرب إحنا مش هنبلّغ الحكومة ومش هنتكلّم، لإن إحنا مش هينفع إن إحنا نبان إن إحنا أسرة مفكّكة. هي الكنيسة هي اللي يعني الكنيسة ادّت لكم تعليمات إن أنتِ لمّا تتضربي لدرجة الموت ما تبلّغيش البوليس؟ الكنيسة علّمت عيالِك إن أنتِ تشوفوا أمهم بتتضرب لغاية الموت وما يرفعوش التليفون ويكلموا 911؟ الأطفال هنا في الحضانة بيعلّموهم 911 يعني من أول ما بيخشوا الحضانة، المدرسة يعني أنت عندنا مدارس بتخش من سن 4 سنين، فهي أطفالها ال3 أكيد أكتر من 4 سنين، من سن 4 سنين بيعلّموهم إمتى بتمسك التليفون وتطلب 911. ولا أنتِ طلبتِ 911 ولا حد من العيال طلب 911، في اتفاق مُبرم بين الأسرة دي، في ثقافة. الpoint بتاعتي إن الكنيسة ما أقدرش أحمّل الكنيسة مسؤولية الثقافة دي 100%، من الآخر كده. الثقافة دي نابعة منِّك أنتِ نابعة من المجتمع القبطي المصري، المجتمع القبطي المصري. لإن للأسف المجتمع القبطي المصري بيلفظ المرأة المنفصلة وبيلفظ المرأة المطلقة. بيلفظها مش بيقبلها. فهي عشان تفضل محافظة على انتمائها أو على وجودها في المجتمع ده، كانت لازم تفضل متجوزة، لازم تفضل إن هي عندها زوج موجود في الصورة، حتى لو الزوج ده كان سيء. وللأسف ده سبب كتير جدًا لستات بتُعَنَّف وبتفضل عايشة مع جوزها، بس هي بتحمّل الشماعة، هُم بيدوّروا على شماعة، فتقول لك أصل الكنيسة مش عايزة تطلّقني. طب أنتِ الكنيسة يعني ما أنتِ عايزة إيه من الكنيسة؟ أنتِ قاعدة في نورث أمريكا، أنتِ عندِك قوانين ممكن تتطلقي، عندِك قوانين تحميكِ إنِّك تنفصلي، عندِك أرقام كتير للستات المعنفة، وعندِك شلاتر، وعندِك بوليس، وعندِك ده أنتِ لو ما عندكيش فلوس تدفعي محامي هيجيبوا لِك legal aid تدفعي لمحامي، الست في نورث أمريكا ليها حقوق حقيقي يعني في موضوع العنف الأسري ده، وبتلاقي مساعدات كتيرة، فأنتِ مش محتاجة الكنيسة إن هي تدّيكِ تأييد إنِّك أنتِ تطلّقي أو إنِّك أنتِ تنفصلي حتى على الأقل عشان ت ت ت تنجو بحياتِك. فأنا مش فاهمة أنتِ كنتِ مستنية إيه؟ أو أي واحدة بتمُر بظروف الست دي ربنا يقوّمها من السلامة، أنتم مستنيين إيه؟ الكنيسة عندهم الكهنة حاليًا عندهم يعني أسبابٍ ما أو عقليات ما إن هم مش هيدّوكِ الapprove، خلاص انسي، مش هيدّوكِ التأييد، أنتِ اللي لازم تتحرّكي وتنقذي نَفْسِك.
ماشي؟ أنتِ لازم تتحركي وتنقذي نفسِك. بعد 20، 30 سنة أنا متأكدة إن النظام ده هيتغير، لإن الكهنة حاليًا اللي بيرسموهم من ولاد البلد، العيال اللي متربيين هنا أو حتى اللي جايين كبار، عندهم different mentality، عندهم عقليات مختلفة، فبعد 20، 30 سنة أكيد الظروف دي كلها هتتغير، فما تبقيش أنتِ واحدة من الضحايا اللي وقعوا في النُص لغاية لمّا الظروف تتغير، لإنِّك أنتِ مش محتاجة، أنتِ مش محتاجة إنِّك أنتِ تاخدي الvalidation ده، ماشي؟ لإن مش هيدّوها لِك، لإن هُم عندهم عقليات معيّنة أو أجندة معيّنة، لإن في مصر كمان الموضوع مختلف والمجتمع مختلف تمامًا، فاللي بيشتري في أمريكا وكندا هيصرف في مصر، ففي أسباب كتيرة behind the scene إحنا مش عارفينها، فهُم حاليًا مش هيقدروا يقولوها لِك، بس أنتِ مش محتاجة إن هُم يدّوكِ الvalidation ده، لإن أنتِ مش محتاجاه. أنتِ واحدة بتُعنَّفي جامد، في خطر على حياتِك، ربنا ما يرضاش بكده. أنتِ دلوقتي لمّا الست بتاعة فيرجينيا دي الله يرحمها، وبتاعة نيو جيرسي دي ربنا يقومها بالسلامة، مهما كان حد أخد عيالِك يعني عشان يرعاهم، هيبقى زيِّك أنتِ كأم. طب أنتِ خايفة على منظرِك قدّام المجتمع القبطي المصري اللي مش هيقبلِك وأنتِ مطلقة، أنا متأكدة إنه مش هيقبلِك وأنتِ مطلقة، ومش هيقبلِك وأنتِ منفصلة، ما بيقبلوش الأرامل. أنا عندي واحدة صاحبتي كانت أرملة، كانت تقعد تقول لي: "يا نيفين نفسي أعرف يعني أنا ليه ما ينفعش يكون عندي واحدة صاحبة متجوزة ونخرج مع بعض ونروح نصيف مع بعض؟ ليه ما ينفعش أروح لها البيت؟ ليه مش بيقبلوني؟" لإن أنتِ بالنسبة لهم threat، يعني أنتِ بالنسبة لهم تهديد، وخصوصًا لو أنتِ صغيرة في السن شوية، أو إن أنتِ لسه يعني نوعًا ما شكلِك حلو شوية، فالستات هيخافوا على جوازهم منِّك. period، يعني الموضوع منتهي. هي دي الحقيقة. ماشي، هم مش معنى ما رُحنا أمريكا والّا كندا الناس اتغيّرت وعاداتها اتغيّرت وتحرّرت، لأ، هم بيتحرّروا ممكن في ستايل اللبس، في إن هم يعملوا بيوتهم بطريقة معيّنة، في إن هم في أسلوب الحياة في الشغل، اللي ياخدوا يعني absorb من الثقافة الغربية، لكن في المواضيع دي هم مش هيتغيّروا، هم بنفس الmentality بتاعة مصر عايشين بيها وهيفضلوا عايشين بيها. ف ف فهي دي الحقيقة، هي مش مقبولة، مش هتتقبل في المجتمع، بس أنتِ قدّامِك دلوقتي اختيارين، حياتِك أو إن المجتمع يقبلِك وتحافظي على صورة معيّنة، هتختاري أنهي؟ حياتِك. يعني هُم دلوقتي عيالِك عايشين في المجتمع الكنسي، العيال دي مش هتطلع، مش هيتكلموا عليهم ويقولوا لِك ده اللي أبوهم قتل نفسه بعد ما ضرب أمهم حتى الموت؟ أنهي أحسن بقى؟ إن هُم يقولوا دول العيال المطلقة أو المنفصلة، والّا أبوهم وأمهم منفصلين، والّا أحسن دول عيال الست اللي اتضربت حتى الموت وأبوهم قتل نفسه؟ خلاص أنتِ اتحطيتِ في وضع معيّن مش هينفع تغيّري، قدامِك لا سكة دي، لا السكة دي. فأنا ندائي للتوعية لكل الستات المعنفات اللي في الأسر، ما تستنوش لغاية لمّا توصلوا لحالة الست بتاعة فيرجينيا الله يرحمها، أو الحالة بتاعة الست بتاعة نيو جيرسي، ربنا يقومها بالسلامة لعيالها. ده درس لازم كلنا نستفاد منه. lesson learned. الإنسان اللي ما يستفادش من الدروس اللي بتحصل اللي حواليه ما يلومش غير نفسه، بس كده. فأنا لأول مرة أطلع حقيقي وأقول لأ، الكنيسة مش هي السبب، لأن الكنيسة إحنا في مثل يعني مش في مثل، في مقولة مشهورة جدًا في نورث أمريكا بيقول إيه tie you in a chair، يعني ربطك في كرسي، فالكنيسة ما ربطتكيش في كرسي، ما ربطتش إيديكِ ورجليكِ وقالت لِك لازم تقعدي معانا. أنتِ واحدة بتشتغلي وبتقبضي وبتصرفي على البيت وعلى الراجل اللي كان قاعد على قفاكِ زي ما بيقولوا بالمصري، وبتصرفي عليه، وبتصرفي على عيالِك. فأنتِ مكان يعني في ستات كتير كده، كتير. أنتِ مش محتاجة الكنيسة في حاجة، مش محتاجة إن أبونا يقول لِك سيبيه، مش محتاجة إن أبونا يقول لِك خلاص يا بنتي هنطلّقِك، مش محتاجة، عندِك قوانين مدنية وعندِك حاجات كتيرة جدًا مدنية، أنتِ مش محتاجة للحاجات دي عشان تضحّي بحياتِك عشان تاخدي كلمة. وزي ما قُلت قبل كده وباقول تاني، 90% من الناس اللي بتاخد تصريح الجواز ما بيتجوزوش تاني. أنا شُفت ناس كتير جدًا حواليّا على فكرة في كندا،
وفي واحدة فينهم كانت تقعد تقول لي أنا قعدت مش عارفة كام سنة، وكان الأسقف هنا مين جه من مصر وعيطت قدامه وقعت على الأرض قلت له مش هسيبك ترجع مصر لغاية ما تديني تصريح الجواز. وبعد ما أخدته عملت إيه؟ ما اتجوزتش تاني. كذا حد أشوفه بس تقولي لأ عشان يبقى أنا كده حسيت. قلت لها حسيتي بإيه؟ إن أنتِ مش غلطانة. هي ده الvalidation، ده حاجة نفسية، ده حاجة نفسية ليكِ اديتها لِك إنِك أنتِ حسيتِ إن أنتِ مش غلطانة. أنتِ استفدتِ إيه؟ أنتِ قعدتِ تعيطي وتنهاري نفسيًا وتحرقي في أعصابِك وتحطي ضغط، وأنتِ أساسًا بتربي عيال، إن هي برضه كانت single mother يعني، عشان تثبتي إيه لنفسِك؟ إنِك أنتِ مش غلطانة؟ ليه؟ الإنسان هو اللي بيعمل لنفسه صراعات وأوهام وحروب ما لهاش أي لازمة. من الآخر كده. إحنا سواء قبلنا أو رفضنا، إحنا من نعومة أظافرنا متعلقين بالمجتمعات الكنسية، متعلقين مش بالكنيسة بس صلاة، كصلاة كعبادة لأ، متعلقين بالمجتمع الكنسي، بالمجتمع القبطي، متعلقين بيه إن إحنا لازم نروح الكنيسة ونقعد مع بعض ونخرج مع بعض ونسهر مع بعض ونروح رحلات مع بعض. إحنا مرتبطين بالمجتمع القبطي. ففي ناس كتير أوي، ستات كتير جدًا ما بترضاش تاخد خطوة الانفصال، لإن هي هتحس إن المجتمع القبطي ده هيلفظها وهيرفضها. يبقى العيب على المجتمع اللي مكوّن من الأشخاص، مش من الكهنة والرؤساء، مننا إحنا كمجتمع. لو إحنا كستات قبلناها وحسسناها إن هي عادي، وإن هي مرّت بتجربة، وإن هي إن هي محطوطة في ظروف مع إنسان صعب وإن هي لازم تسيبه، وقبلناها عادي وعاملناها عادي لو كانت هي منفصلة أو متطلقة، ما كانش وصل بيها الموضوع للدرجة دي. هي وستات كتيرة جدًا. فندائي للمجتمعات اقبلوا، حاولوا تغيّروا تفكيركم، واقبلوا الأنواع والنوعيات دي، لإن هي خلاص سواء أبينا أو رفضنا بقت موجودة وبأعداد في المجتمعات القبطية، فلازم نقبلها، لازم نقبلها. يعني أنا كانت لمّا أنا اتجوزت تاني وكنت باروح الكنيسة المصرية، ما كانش في كهنة بيعترضوا طريقي بصراحة يعني أو حد. الكاهن جه اتكلم معايا لمّا حد من المجتمع القبطي وأنا باصلي في الكنيسة صوّرني، وراح وصّل للأسقف ووصّل للكاهن، والكاهن جه كلمني وقال لي: أصل هُم صوّروكِ. قُلت له: إيه ده؟ هي الناس جاية تصلي والّا جاية تصوّرني؟ والّا جاية تصوّر بعض وتشوف مين بييجي ومين ما بيجيش؟ والناس المريضة أنت استفدت إيه لمّا أنت جاي يعني أنت جاي تتعبّد، أنت جاي تصلّي لربنا، أنت مش جاي تشوف مين بيصلّي ومين ما بيصلّيش، أنت مش جاي تصوّر الناس. أنا مشكلتي مع المجتمع ده، مع الcommunity ده، إن أنت بتبقى judgemental حقيقي. ف ف فده بيخلّي الناس تلفظ ناس كتير برّه، وبتخلّي ناس ما عندهاش القوة الكافية إن هي تُقف وتبقى عندها الجراءة إنها تعمل موقف هي عارفة إن هي ممكن بسببه تتلفظ من المجتمع ده، حتى لو كان التمن حياتها. بس أتمنى إن الفيديو ما يكونش طويل، وإن أنا أكون أوصّل الرسالة. مش عارفة هاشوفكم تاني إمتى، بس أنا مبسوطة إن أنا شُفتكم مرّة تانية وعملت لكم الفيديو. يالّا سلام.